اوعى تفتكر بمجرد اعلان النادي الاهلي لاتمام الصفقه وفوزه بيها والاحتفالات على السوشيال ميديا ان الصفقه دي ملهاش توابع، وان الصفقه دي على وجه التحديد هتكون مرصوده من كل شيء. مرصوده من اداء اللاعب، من ردود افعال مسؤولين، من ردود افعال رموز كبيره داخل النادي الاهلي، رموز لا يمكن اغفالها، رموز طبعا واسماء كبيره داخل القلعه الحمراء. في خلاف كبير جدا وتحفظ كبير جدا على اتمام صفقه امام عاشور من واحد من اهم رموز النادي الاهلي، وان لم يكن هو صانع تاريخ النادي الاهلي في العصر الحديث. اتحدث عن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي الاسبق، وبتحدث عن واحد من اهم طبعا مش عايز اقول من اهم رؤساء الانديه في تاريخ الرؤساء في تاريخ النادي الاهلي، لا ده هو، وانا قلت لك قبل كده، هو اهم رئيس جه في تاريخ الانديه خلال الفترات اللي فاتت على مدار التاريخ بشغله. ماليش دعوه بقى شغله، هتقعد الناس اللي هتقعد تقول لي اهرام مش اهرام، ماليش علاقه بالكلام ده كله. ليه؟ ان هو صنع لما تولى رئاسه النادي الاهلي الكابتن حسن حمدي صنع تاريخ للنادي الاهلي، صنع نجوم في النادي الاهلي، صنع بطولات في النادي الاهلي. مشكله حسن حمدي حاجه واحده فقط، ان حسن حمدي ما بيحبش يتكلم، وان حسن حمدي طبعا الاسم الكبير جدا في الاداره الرياضيه ما عندوش سوشيال ميديا تتحدث عن انجازاته اللي عملها للنادي الاهلي عموما. وانا بقول لك خبر ومعلومه مؤكده ان في تحفظ من الكابتن حسن حمدي على اتمام صفقه امام عاشور لما بدر منه تجاه رموز وتجاه طبعا والهتافات المسيئة، بل ان كمان في عدد من الاسماء او القدامى والاعضاء القدامى داخل النادي الاهلي متحفظين بشكل كبير على اتمام التعاقد مع امام عاشور، ومتمسكين بمبادئ وقيم النادي الاهلي المعتاده. ومحدش يقول لي ان قيم ومبادئ النادي الاهلي مطاطه. عمر ما كانت القيم والمبادئ مطاطه، وعمر ما القيم والمبادئ اللي احنا شفناها داخلنا. وانا غطيت النادي الاهلي وعملت في قناه النادي الاهلي، لا النادي الاهلي يمتلك قيم ومبادئ كبيره جدا جدا يعني على مدار تاريخه، وبالتالي في تحفظ كبير على اتمام صفقه امام عاشور. طبعا نجم الكره المصريه ونجم المنتخب الوطني وواحد من افضل اللاعبين في مصر. الكلام مش على الامور الفنيه، الكلام دايما على التصرف اللي صدر من امام عاشور. ومش يعني خليني اكلمك بمنتهى الوضوح، مش هتقدر انك انت تغفل ما صدر، حتى لو حاولت انك انت تجمل ما صدر من امام عاشور، حتى لو حاولت انك انت تتغاضى، حتى لو امام عاشور واثناء الصوره لو انت واخد بالك من صوره امام عاشور في المقصوره اللي كانت ظهرت بشكل كبير، كان عدد من المقربين اكدوا ان في التوقيت دوت كان امام عاشور يعني قال لحد مقرب ليه تواجد في المقصوره انه مستغرب جدا، وان كان لغايه ما كان موجود ما كانش مصدق تواجده في المقصوره. علشان كده لو بصيت على الصوره كان يمكن اللاعب في حاله ذهول قد يكون لجماهيريه وشعبيه النادي الاهلي، قد يكون طبعا لامور كتيره، للتصرفات، للضجه الكبيره اللي صاحبت
اتمام الصفقه. لكن خليني اقول لك الخبر المهم والخبر الاهم، ان كابتن حسن حمدي متحفظ بشكل كبير جدا على اتمام صفقه امام عاشور. وما تجيش تقول لي بقى ان الكابتن حسن حمدي انت جبت الخبر منين؟ اصل الكابتن حسن حمدي ما بيتكلمش، لا يتكلم، واتكلم مع اسماء كبيره، والاسماء الكبيره ديت اتكلمت وتحدثوا داخل النادي، وتحدثوا مع اعضاء مجلس اداره علشان اريحك. بل ان وهو علامه استفهام ان العمري فاروق الوزير طبعا الاسبق، وزير الرياضه الاسبق ونائب رئيس النادي الاهلي، لم يبدي اي لا اشاده ولا تحفظ او انتقاد باتمام الصفقه. ده التزاما من العمري فاروق بمبادئ بقى النادي الاهلي بجد، ان حتى لو العمري فاروق متحفظ على اتمام صفقه امام عاشور، مرضاش ان هو يعلن تحفظه ده التزاما بان قرار مجلس الاداره او قرار المدير الفني، يسميها زي ما تسميها. لكن برضو من بين المتحفظين على قرار التعاقد مع امام عاشور العمري فاروق طبعا نائب رئيس النادي الاهلي. لكنه في النهايه رفض ان او بيلتزم ب يعني القيم والمبادئ اللي بجد داخل النادي الاهلي، واللي هتفضل موجوده داخل النادي الاهلي، واللي باذن الله مش هتتاثر بوجود لاعب او باستقدام لاعب او برحيل لاعب. لكن في النهايه القيم والمبادئ مش مطاطه، والقيم والمبادئ داخل النادي الاهلي هتفضل مترسخه، لان النادي الاهلي ده اوعى تفتكر ان النادي الاهلي ده يخص جماهيره بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبدئيا يا اسلام يا صادق، ان اكتر ناس بيتكلموا عن المبادئ وبيجيبوا سيرتها دايما هم اكتر ناس مفتقدينها، واكتر ناس ما عندهمش مبدأ. لان كل تلميحاتك في الفيديو عن محمود الخطيب انه كسر المبدأ، كسر مبادئ الاهلي. كل كلامك بيلمح من تحت لتحت، زي ما بيقول السم في العسل. دي نمرة واحد. انت جاي تحجر علينا وتقول لنا ما تقولناش انا جبت الكلام بتاع حسن حمدي منين، ولا الكلام بتاع الوزير عمرو فاروق منين، وتقطع علينا السكه عشان ما نقولكش انت جبته منين. لا، انت جبته منين فعلا. دي نمره واحد. ولا الكابتن الخلوق الكبير حسن حمدي الاسطوره، سواء وافق او اعترض، هو كده كده بيحترم مبادئ الاهلي فعليا، وبيأيد دايما مجلس الاداره، لانه عارف قيمه مجلس الاداره. بالنسبه للكابتن عمرو فاروق، وده طبيعي انه وعده من اعضاء مجلس الاداره هيأيد القرار ده. في فرق بين وجهه نظر الشخصيه ووجهه نظر الجماعيه يا اسلام صادق. مجلس الاداره ده مجلس منتخب، قراراته بتتم بموافقه الاغلبيه. يعني حتى لو عامل فاروق معترض من حقه يعترض، ده فرضا يعني ان كلامك ده مظبوط، هيعترض، بس قرار النهايه قرار اغلبيه. دي حاجه طبيعيه. امال اسمه مجلس منتخب ليه؟ عشان يبقى قرار اغلبيه. مش لازم يبقى فيه اجماع. الاجماع مش موجود مع اي مجلس ولا اي حد ولا اي مجتمع. طبيعي يبقى فيه خلافات او اختلافات، ده امر طبيعي. ولو انت اهلاوي اصيل ادينا لايك واشتراك، واعرف الافاق من غير الافاق. مش كل من يتكلم عن مبدأ هو صاحب مبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.